السلام عليكم يا البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. على بالي طولت الغيب عليكم، من هذه المره مانيش رايحه نعاود نغيب كيما كنت من قبل. جبت لكم هذا السينابون المالح، ولا تحبوا تقولوا غولي مالح كيما حبيتوا سموه. دونك تبعوا لا غوسات من الالف الى الياء. ما تنسوش ديروا ابوني وتخلوا لي تعليق، عندي شحال ما طليت عليكم هنا سما. خلوا لي تعليقات ايجابيه وشاركوا الوصفه مع اصدقائكم، راح تلقاوها ان شاء الله في رمضان. دونك اول حاجه باش نديروا الحشوه كيف نديروا الحشو تاعنا. دونك في مقله ديري مغرفه كبيره تاع زيت بيان سور، ونزيدوا البصل. هنا درت انا هذاك البصل الطويل، درت بصله كومبلي بصح هي شويه صغيره. دونك كيما تحبوا نتوما، تحبوا هذاك المدور اذا كان عندكم ديروا بصله كامله ماشي بروبليم. زدت له هنا انايا شامبينيون، درت جوغ حفنه ماشي حاجه كبيره وقطعته. انا نخدم بالفري باسكو المعلب يجي مالح شويه. وزدت لهنا الملح، نخليهم الله يتقلاو بيان. ومن بعد انا نزيدو التوابل من بعد. عفوا انا هنا واش كان عندي في الدار خدمت، ما شريت حتى حاجه. هنا عندي حبه طماطم كامله، وكان عندي شويه طرشي حمر، هذاك الفلفل الاحمر درتو قطعته ودرتو. يعني تقدروا تستغنوا على هذا الحشو، ديروا تحبوا بصل وطماطيش، تحبوا ديروا جو سي با نطون. ولا هنا عندكم الملح، فلفل الكحل، العكري والثوم المرحيه والبصل المرحي المجفف. انا بزاف نديرهم في الماكله تاعي، تطلق البنه مش نورمال. ومن بعد نزيدو نديرو هنا البولي. هنا من الاحسن البولي تاعكم يكون مرحي، يعني بولي اشي. انا استعملته هكا باسكو ما كانش عندي بولي اشي. حوالي 100 غرام 200 غرام غير باش يطلق لكم البنه. بصح لو كان ديروا بولي اشي ولا فيوند اشي يجي بنين خير. نزيدوا لهنا انا عاوزت درت شويه زيت باسكو شربتها كامل هذيك المقله. ومن بعد نزيد لهنايا نبقى نقلي فيهم. بون تحبوا ديروا البولي من الاول ديروه من الاول، انا شفتو جو درتو مع التالي، ما حبيتش نديرو من الاول. نزيدو هنا نمرقو بنص كاس تاع الماء، نص كاس تمرقو به، ونزيدو نخلوها تبقبق شويه. ومن بعد هذاك اللي قعد انا ما درتش نص كاس كامل، درت كاس غير ربع. يعني درت نص كاس ومن بعد زدت ربع كاس مره واحده اخرى باسكو شفتها باللي مخصوصه. هنا نديرو ملعقه صغيره تاع طماطم المصبره، ونخلوها تكتك وتبقبق حتى تعقد لنا، حتجيب بزاف بنينه. هذه الحشوه درتها من راسي وتقدروا كامل تستغناو عنها. شوفوا لي شحال تجي شابه وبنينه. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا تكون طابت سيبون خلاص. خلوا فيها شويه لاصوص، ماشي تخلوها تنشف كامل باسكو هذيك لاصوص نسحقوها ثاني. جيت لهنا جبت هذه لاباط فيتي اللي كانت بحثتها لي غاتو دو فيت، توقعها لاباج تاعها في الانستغرام. عفوا نحط لكم النمره اللي تحب تكوموندي هاد لاباط فيتي. هاد لاباط فيتي بزاف عجبتني. انا وحده ما وليت نحب نديرها باسكو تعيي سورتو الناس اللي يخدموا توالم لهم هاد لاباط يشروها اون بليس 30,000 الكيلو، ماشي غاليه. دونك دو بريفيرونس تشروها اي تو. دوك نحط لكم لتحت النمره تاعها في صندوق الوصف، وتروحوا اللي تحب تكمل وراح يدير التوصيل بيان سور. دونك انا جيت لهنا كانت في الفريجيدير، نحيتها. بون اللي زعما تخليها في المجمد. انا كانت في الفريجيدير خليتها ديكونجلاتيتو، وجيت حليتها كما راكم تشوفوا مرقيقه مخشينه في الوسط باسكو انا حبيتها جوغ مليحه، ماشي رقيقه بزاف وماشي خشينه بزاف. كما راكم شوفوا السمك تاعها ويبان باللي رقيق ماشي خشين بزاف. دونك جيت هنا درت مستطيل كبير، ديروا مستطيل كبير وتروحوا الحشو تاعكم يكون ديجا برد. بعد ما يبرد الحشو تاعنا نروحوا نفرشوه على كامل هاد العجينه. هنايا واش قلت لكم خلوا شويه لاصوص. انا ما خليتش بزاف لاصوص دونك نشفت لي. شوفوا كيفاش احسن ديروا لاصوص، خلوا فيها شويه لاصوص باش تمشي لكم مليح. هنا تزيدوا اي عفسه عندكم. انا قلت لكم واش كان عندي في الدار درت، تقدروا تستغنوا على هذا الحشو كامل. دونك المهم جا هكا بنين سورتو بالشامبينيون. نحب الشامبينيون تطلق بنا ماشي نورمال بزاف بنينه. زدت لها هنا شويه شيدار برك وجيت نلويها. هنا تلوها كيما الغولي كيف يعني حاجه ما حتبدل. تبقاو تلو فيها وتزيروا او ميم طون باش ما يخرج لكمش الحشو، والحشو مش راح يخرج باسكو هذه عجينه وحتلصق فيها لاصوص. دونك جو حتتكولا بيان كما راكم تشوفوا. نبقى ندور حتى نكملوا الاخر
على العجينه. المهم تلفت لي الهضره سمحوا لي. ومن بعد جيت هنا نغلقها بيدي. هنا تحبوا ديروا الغراء تاع الفرينه والماء وتغلقوها كيف ولا تحبوا بالبيض. انا استحسنت هنايا نغلقها هكا باسكو ما شفت بلي لازم ندير لها هكاك وان بليس حتلصق لكم فاسيلمون كيما راكم تشوفوا. من بعد نجي نروح ندورها ونزيد نسقم الغولي تاعي بيان ساويوه بيديكم. هنا حتشوفوا باللي كل حاجه راهي شاده في بلاصتها ماهوش مرخي. اذا جاكم مرخي صافي راكم غالطين فيكش حاجه. المهم نجو نقطعوها بالخيط. السينابون هذا دائما يتقطع بالخيط سواء مالح سواء حلو. تكونوا شفتوا لي فيديو تاعو في تيك توك ولا في انستغرام ولا بارتو. دونك حيتقطع دائما بهكا بالخيط ولا تحبوا بالموس. انا ما نحفش بالموس باسكو بالخيط حتقطع لكم الحبه فيني وشباب باسكو الموس تشدو ايتو يقعدوا لي تخاس اكسيتيرا هكا تجي بزاف شابه. المهم بعد ما نقطعوا انا كنت هنا سخنت الفرن تاعي 180 درجه من الفوق ومن التحت فوالا. دونك بعد ما انا الفرن تاعي راه سخون نروح نحطهم كما راكم تشوفوا في سنيوه تكون شويه ثقيله باش ما ينحرقوليش ونجي نطبزهم هكا بهاد العفسه ولا باش تحبوا عبزوهم باش يجوني شوي باش ينحل جوغ يتفرطحوا ما يجونيش جوغ واقفين. انا حبيتهم مفرطحين فوالا. زدت لهنا انايا بعد ما ديتهم بعد تفكرت باللي ما درتش البيض في الاطراف باسكو يعطي احمرار شباب. دونك في الاطراف هذوك درت البيض وشويه جلجلان بيضه نورمال تخلطوها وديروا مستلها والو ورحت درتهم في الفرن كي طابوا. بعد ما طابوا 40 دقيقه هكاك شوفوا لي اني حاسه بلي هدرت بزاف من النتيجه بزاف تستاهل هاد الهضره. جا بزاف بنين وما كنتش نتصور يكون بنين كيما هكا. حديروهم في رمضان وما يعيوكمش كامل ويجوا قراف سهلين سورتو اذا كنتوا غاشي وعندكم لا بريسيون اكسيتيرا. بزاف 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 بنان كيما راكم تشوفوا. جيت قسمتهم شوفوا كانوا هنا سخونين حتى كنت شدتها بالسيف تالمو كانت سخونه. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه ونتلاقاو في فيديو جديد وبقى على خير.